أهلا وسهلا بكم في قناة الصعيد سبورت. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. آخر أخبار برشلونة اليوم. أسطورة برشلونة لامين يامال يتفوق على ميسي في هذا الجانب. قال النجم الإنجليزي جاري لينيكر أسطورة برشلونة: النجم الكتلان لامين يامال يتفوق على الأسطورة ليونيل ميسي فيما يتعلق بقوة وتوقيت بداية مسيرته الدولية. وخطف يامال الإنذار في كأس أوروبا يورو 2024 مع منتخب إسبانيا بعد أن أصبح أصغر لاعب يشارك ويسجل في تاريخ المسابقة في سن 16. لينيكر معجب بالبداية القوية لمسيرة يامال. وقال لينيكر في تصريحات نقلها موقع فوتبول الإسبانيا: أتذكر ظهور وأين روني؟ يمكنك أن تقول إنه كان مميزا، ولكنه لم يقم بذلك التوهب مع المنتخب في سن مبكرة للغاية. وأوضح إيقونه برشلونة فكرته بالقول بلي سجل هدفين في كأس العالم، ولكنه كان في سن 17 وقريب من 18. حتى ميسي لم يظهر دوليا حتى الرمق الأخير في سنوات مراهقته. وأضاف: ما نراه من يامال أمرا مميزا جدا جدا، علينا أن ننتظر ونرى ماذا سيفعل. ويأتي حديث لينيكر قبيل مواجهة إسبانيا ضد إنجلترا في نهائي كأس أوروبا يورو 2024 مساء يوم الأحد على أرض الملعب برلين الأولمبي. لامين يامال يكشف رسائل فليك له قبل نهائي كأس الأوروبية. كشف لامين يامال عن رسالة حاسمة بعث بها مدربتنا الجديد في برشلونة هانزي فليك، وذلك قبل نهائي بطولة كأس الأوروبية 2024. وقبل المواجهة الكبيرة مع إنجلترا غدا الأحد، يستعد لامين يامال لبلوغ عامة 17 ويخطط لدفع إسبانيا إلى تحقيق القلب. ونجح لامين يامال في تسجيل هدف حيوي للغاية في مشوار لاروخا بعد الهدف الذي سجله في مرمي فرنسا وساهم به في التأهل للنهائي. يامال فليك توقع لي للتسجيل في مرمي فرنسا. وقال لامين يامال قبل المباراة: للشيء الأكثر أهمية بالنسبة لنا كمجموعة هو الفوز، وهذا ما نريده جميعا. القدرة على لعب بطوله أوروبا والوصول للنهائي أمر لا يصدق. وأضاف: يرسل لنا فليك رسائل قبل وبعد المباريات. أخبرني أنني سأسجل قبل مباراة فرنسا، وأنا سعيد بهذه العلاقة حتى لو كانت عبر الواتساب فقط. من المحتمل أن يكتب لي مرة أخرى قبل المباراة للنهائية.